ما كايناش. ما كايناش بركان. ايوا راه بركان راه هي بركان اللي كيتكلموا الريفيه ما محسوبينش في الريف، والعرايش اللي ما لا علاقه بالريفيه حسبتيه انت في الريف. والقصر الكبير وطنجه واصيله. مزيان. علاش ما دخلتيش بركان؟ لانها كانت مستعمره من طرف الفرنسيس في الجهه الفرنسيه. اذا هاد الخريطه اللي راك حاط تما العبيط ماشي خريطه نتاع الريف، هذيك خريطه نتاع الاستعمار الاسباني، يعني خريطه استعماريه. حاط لي الخريطه اللي استعمرتها اسبانيا، العرايش، قصر كبير، الفحصان جرا، تطوان، وزان، المضيق، هادي وانت غادي حتى الحدود مع ملويه والعوامره. اذا هذيك الخريطه اللي حط لي تما، هذيك الخريطه اللي حط لي تما خريطه ماشي ديال الريف ابن عمي، هذيك خريطه نتاع المستعمر الاسباني. فهمت؟ غتقول لي لا حنا غادي نتكلموا على الريف، واخا فين غتحدوا انت؟ واش غتوصل لبركان وغتحبس ولا غتزيد الوجده والمناطق المحاذيه للوجده اللي كيتكلموا حتى هما واحد المنوعه امازيغيه اخرى؟ غتهود الجراده. ايوا زيد، علاش غادي تحبس انت في تازه؟ راه كاين امازيغيين اخرين من الجهه المقابله ديال تسولو البرانس سميتهم اي تصغروا شنو اي توراين، خصنا ندخلوهم حتى هما. ايوا زيد شويه البولمان وميسور. ايوا صافي حنا في المغرب كامل ديك الساعه وصافي. غير وصلتي لمراكش. حنا في المغرب. حنا في المغرب. دونك شوف كاين واش هما كيتكلموا على الريف اللي كيتكلموا عليه دابا الان اللي كيتفاهموا فيه بيناتهم؟ انا كنقول لهم جيبوا لي واحد، جيبوا لي واحد من القصر الكبير، من القصر الصغير، من طنجاوي، خلينا من الريافه ديال طنجاوي ديال 1900 قبل الميلاد. انا عرايشي من قبل الميلاد مثلا. جيبوا لي واحد عرايشي راه معاكم في ذاك الفكره نتاعكم. انا مستعد، ما عرفتش غندير، نسمح في هذا الشيء كامل، وكما قلت لهم هذوك الهوكيستان نمشي نجيب شي مسمار 10 ونبقى نتقبل بغرير هنا في الحومه في مسنان انا نبقى هذوك اللي خرجوا، هذوك النساء اللي كيبيعوا البغرير اللي صدقاتها شي بغريره ما متقوباش نعاون انا نتقبلها بالمسمار 10. واحد شاوني، واحد شوف، ماشي جوج ماشي ثلاثه، واحد. اذا انتم كتكلموا بمنطق ديال واحد العدد نتاع الناس. اولا بعدا قزمتوه، تكلمتوا على الريف الزناتي، وهذاك الريف الزناتي حيدتو منه بركان، يعني حتى ذاك الريف الزناتي ما كاينش، يعني خبطه عشواء، ما كاينش وضوح لا على مستوى الريف الجغرافي ولا الجيولوجي ولا الاثني ولا اللغوي ولا الثقافي. راه كاين واحد الريف ثقافي كيتكلم عليه دافيد هارت، وقول له شنو كيقول لك دافيد هارت على الريف الثقافي؟ ما قاريهاش، ما غيعرفش يهضر، ما عارفين والو. ايوا اختيو الريف اصاحبي، اختيو الريف، خليونا ترانكي، الله يرحم لكم الوالد. شوفوا والديكم، روحوا تشوفوا والديكم، وروحوا شوفوا الا كان شي ملف اخر اقتصادي اجتماعي نضالي سياسي، اجي يا خويا ونشوفوا كي غنديروا حنا مع هذه الدوله ديالنا، ونشوفوا كيفاش نشوفوا مع هذا، ونشوفوا كاين طرق، كاين جمعيات حقوقيه، كاين احزاب سياسيه، كاين اليسار الراديكالي، كاين اليسار اليمين المتزعد، كاين كذا، كاين. انا دابا عاد كاينين المناضلين مجهدين في المغرب وقاصحين مع الدوله وعلى النظام. ايوا راهم هنا في المغرب ما غاديين، ما كيسبوا، ما كيعايروا، خدامين شحالهم وكيزيروا الدوله. كاينين المناضلين كيزيروا الدوله هنا في المغرب، وهذيك هي المعارضه الحقيقيه، وهذوك هما المناضلين وحدويين. فهمت؟ المهم انا الاشكال سي سعيد دابا علاش كيجيو يروحوا للريف؟ برنوس مستهدف الاخوان التكبيسه، اخوان ودابا عاد علاش ابرنوس على لسان بعض، فهمتيني؟ دابا لا هما غير 20 30 40. اما سعيد ابرنوس راه دوز العطله ديالو في الحسيمه، الاحتضان والسلفيات وكذا، كيحترموني كاع الحراكيين السابقين، المعتقلين السابقين. تلاقيت باين الزفزافي الله يطلق سراحه، امين، تباوسنا وضحكنا وجلسنا وعاود لي مدرا كي داير وكذا وهادي وشكرني على المواقف ديالي والطريقه باش كنطرح الافكار ديالي. بيس عادي جدا. الاشكال سي سعيد 30 ولا 40، هاد 20 ولا 30 ولا 40، خلي في تيك توك يسترزقوا، الله يعاون، دبروا شويه المصاريف مع الجزائر، الله يعاون وصافي. هادشي غادي
سمحوا لي، هو جا بلاتي الركيزه ديالهم هو السي عبد الكريم الخطابي. السي عبد الكريم الخطابي هو الخطاب ديالو عندي هنايا، غنعمل لكم بحال البارح 30 ثانيه الى 40 ثانيه وغادي نسكت باش تسمعوا الخطاب ديال السي عبد الكريم الخطابي كيفاش كان كيهضر مع المغاربه. وانا نطرح لهم السؤال، هادو ملي كانوا كيجاهد السي عبد الكريم الخطابي كان كيجاهدوا غير وفاء ولا كانوا معاه حتى جباله؟ وجوده في بلادنا على اتساع كل مقوماتنا الاقتصادية والسياسية والروحية، وليس ثم أي عداوة بيننا وبين الأوروباويين، وإن الدعاية المعارضة هي التي جعلت في اعتقاد الأوروبيين أن المغاربة ضدهم، وقد كانوا في بلادنا من قبل الاحتلال الفرنسي والأسباني، وهم يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن المغربي. وبالطبع هنايا غنوقف. قال المواطن المغربي، ما قالش الريفي، ما قالش الجبلي، ما قالش المراكشي، قال المواطن المغربي، وهضر على الاحتلال الفرنسي والاسباني. اذا هاد السيد هذا واحد المقاوم مغربي في المنطقه الريف، بحال كانوا مقاومين مغاربه واحد اخرين في المناطق متعدده من المغرب. ولكن علاش فقط غير باغيين تاخذوا هاد الصوره ديال السي عبد الكريم الخطابي على انه انفصالي؟ السي سعيد كاين واحد النقطه واحده اخرى ديال العمله. ايه تم الاصدار ديال العمله وتم الاعلان عليها، ولكن عند السبب. علاش السي سعيد؟ احنا عارفين على ان الدوله المغربيه كانت موقعه على وثيقه الحمايه، وعلى ان جميع الاراضي المغربيه اللي تحت السياده ديال السلطان خاصها اما تسلم لفرنسا او لاسبانيا. نعم ام لا السي سعيد؟ متفق؟ هذه معروفه، قانون في هذيك الساعه. واخا اذا كان السي عبد الكريم الخطابي واستطاع انه يخرج الاسبان تقريبا من جميع شمال المغرب، وسلم للسلطان المغربي، سلم السلطان محمد الخامس في هذيك الوقت، ولا مولاي يوسف لا ما كذبتش، سلم له هذيك الاراضي. فرنسا مباشره غادي تدخل بالقوات ديالها وغادي تقول لك هذه الاراضي مغربيه وانا خصني ندخل لها. ولكن كانت مناوره بيناتهم بجوج بهم، بين السلطان وبين السي عبد الكريم الخطابي، باش ما يتمش الفرنسيس يتدخلوا فيها في هذيك المنطقه. ومن بعد رحنا عارفين القصه كيفاش دازت، وكيفاش حاربوا روافه، كيف تم القصف ديالهم بالكيماوي وبجميع المواد السامه. واكبر مغالطه انا هي اللي نطرحها على هاد الناس هادو اللي كيقولوا ان المغرب وان الدوله العلويه هي اللي قصفتهم. واش هذا عقلكم في 1925 1924 المغرب كانت عنده شي مواد سامه، شي كيماوي؟ حنايا دابا واقيلا ما عندناش الكيماوي، عساك في العشرينات الله يرحم بها الوالدين راه كاملين بينا مغاربه، كاملين بينا تحاربنا على بلادنا، وكاملين بينا خرجنا المستعمر. نفس الجيل الريفي، نفس الجيل الجبلي، نفس الجيل الشلح السوسي، نفس الجيل اللي تم الاستعمار ديالو خرج المستعمر من بلاده. لهذا ما تجيوش انتم في 2023 والعالم كيجتمع، اوروبا اللي هي 25 دوله، لا رب واحد، لا لغه وحده، لا ثقافه وحده، لا رابط اجتماعي واحد، حتى الجغرافيا كتلقاها مبدله ما بين اسبانيا والدنمارك وهيداك، وما عندهم حتى شي مشكل مع بعضياتهم. وحنايا ابناء البلد الواحد كنبغيو نخلقوا حنايا نتبعوا هاد 20 ولا 30 كما قال السي سعيد في الاطروحه ديالهم، لانهم امراض نفسيه، ولا كانوا كيجمعوا 10 دورو باش يمشيو يشريو بها المحيا ويسكروا. تفضل اخي سعيد. شكرا. انا كنقول لكم ما زلت اصر على ان هذا الموضوع هذا بالنسبه لي ما خصوش يتعطى له شي اهميه، فهمتي؟ لانه شحال ما عطيناه الاهميه شحال ما كنعطيوه اهميه، شحال ما كنعتبروا انه امر مهم ويجب ان يناقش. يمكن تناقشوا مره في الزمان مع شي وحدين كيسولوا باغيين يعرفوا بعض الحيتيات، فهمت؟ ولكن في الاساس باش يكون مقلق ولا يكون موضوع اللي راه ما انا كنقول لكم 30 40 50 واحد، وهاد 30 40 50 واحد ما اولا منهم اللي مسترزق راه واكل الخبز مع الجزائر، منهم اللي راه مسترزق في مسائل اخرى، ومنهم اللي باغي يعطي راسو واحد الوضعيه اعتباريه معينه. وكاينين واحد 30 ولا 50 ولا 70 ولا 100 ولا 200 ديال الكائنات ما عندها معرفه، ما قاريه، ما عندها كارير، ما ناجحه في حياتها. راه حتى المشكل مثلا لو كان الموضوع فعلا مقلق، شحال عدد الجاليه دابا مثلا نقولوا حنا غادي نمشي معاهم، نقولوا حنا غادي نقولوا بان الوفاء عندهم هذا الحس هذا ولا هذا التفكير هذا. حيد عليا الوفاء ديال اللي باقيين هنا في المغرب، الريافه ديال المغرب اللي عايشين في المغرب خليهم.
نقولوا حنا ما عندهمش ديمقراطيه، ما كايناش حقوق الانسان. دابا اوروبا فيها حقوق الانسان مزيان. شحال عدد الوفاه اللي كاينين في اوروبا والدياسبورا اون جينيرال؟ نعطيهم انا المغاربه كاملين اللي كاينه في اوروبا نعتبروهم حنا الوفاه، باش نزيدوا معاك في اقل. شحال؟ ايوا عطيهم حتى 2 مليون اذا 3 المليون اسيدي. بين 2 و 3 المليون. بين 2 و 3 المليون اسيدي. حنايا نعطيهم العدد كثار، حنايا كبير بزاف. 3 دونك 3 نعتبروا حنا النص، نعتبروا النص ديالهم من شمال المغرب والنص الاخر من الوسط ومن الجنوب ديال المغرب. لاحظ معي ان حاملي هذا النوع نتاع الشعارات جميعهم بدون استثناء فاشلين، اما اجتماعيا، اما عمليا، اما اسريا، اما المهم فاشلين في الستاتيو، في الوضعيه الاعتباريه. جميع الناجحين في مختلف المجالات، في الاقتصاد، في الثقافه، في السياسه، البرلمانيين اللي تما من اصول ديال سميتو، الناس اللي دايره اون كارير، الناس اللي دايره مشاريع، الناس اللي خدامه على راسها، الناس اللي ناجحه، حتى واحد ما عنده هذا التفكير هذا اللي كيتكلموا به هادو. وكنتحداهم يجيبوا لي واحد من هذه النخبه هذه الريفيه المغربيه اللي كاينه في الدياسبورا، يجيبوا لي واحد ناجح كيتبنى معاهم شي فكره من هذه الافكار ديالهم. كنتحداهم مره اخرى، والله ما كاين. عزموا روك. يفترض انت مثلا الا مشينا لواحد مثلا غنتكلموا على الاكراد ابن عمي. ملي كتشوف الاكراد اللي كيتبناو الطرح الاستقلال الكردستاني والدوله الكردستانيه في اوروبا وفي الميريكان وفي كندا، غير الشخاشخيه ابن عمي، دي زانتيليكت، دي زاتليت، الناس ديال الفلوس، الايكونومي، الناس الشركات كبار كدا حنا ما عندناش. حنا جميع هاد الناس هادو اللي ناجحين مغاربه اخويا. كيقول لك انا مغربي كما قال نور الدين امراض، انا مغربي داك مصلحه نور الدين امراض. ايوا راه هكا كيفكروا الجميع. ومن داخل هكا المغربيت فليتنافس المتنافسون. تقول لي كاينه مشاكل، كاينه مصاعب، ما كاينش تنميه، الحسيمه ما كاينش معامل، ما كاينش خدمه، كاين كدا الجامعه، كاين ماضي ديال سنوات الرصاص. غنقول لك سنوات الرصاص الا غادي نناقشوا بشكل حقوقي ما كانش غير في الريف وفي الحسيمه، كانت في الدار البيضاء، كانت في فاس، كانت في سيدي إفني، كانت في جراطه، كاينه باقي في مراكش ولكن ديك الساعه نناقشوا حقوقيا، ما غاديش نناقشوا بمنطق ريفي لا كذا، غنناقشوا حقوقيا، وبالتالي الاشتغال والنقاش يبقى في اطار حقوقي. داك الساعه نقدروا انت بغيتي انصاف مصالحه ما بغيتيهاش، داك الملف ما تطواش، هذاك نقاش حقوقي ماشي نقاش ديال حنا الوفا نتوما مغاربه، حنا تحقرنا نتوما كذا وحقرونا وداروا لنا، لا. لان انا بهذا اللوجيك ديالهم غنقول له بلاتي 58 59 ما تقوليش الريفه بن عمي. 58 59 لم يكن هجوما للدولة المغربية ولا القوات المسلحة المغربية على الريف، كانت على الحسيمة وبني ورياغل بالتحديد. وبني ورياغل هي اللي غادي تاكل العصا من بعد. والحراك اللي وقع في 2017 حراك حسيمي، وقع التضامن في الناظور تضامن، ولكن لم يكن حراكا بالزخم وبالقوة وبالشكل وبالواقع اللي كان في الحسيمة. إذن أنا بالنسبة لي هو حراك حسيمي. والدليل أن هادو دابا اللي راكبين دابا على هذا الشيء تاع الحراك ومشاو في إطار الانفصال ماشي ولاد الحسيمة، ماشي ولاد بني ورياغل. شوف لي سلطانة منين هو، شوف لي هذوك الاخرين اللي كيتكلموا من المانيا منين. على خنيفره داخله في الريف. لا دابا انا كنقول لك غير من داخل انا باش نقول لهم بان المشكله نقول زعما هذا التقسيم واش خنيفره حتى هي ريافه. علاش دابا حيت هذاك احمد سلطانه راه خنيفري، الاصل ديالو خنيفري، راه تحداوه الناس قالوا له جيب لنا عقد ازدياد بانك ماشي ولد خنيفري هو لا علاقه له. ايوا اذا جاب الريف الخنيفره ما نعرف، هذاك نقاش اخر. والاخر والبارسا مديونه كازا
تما فين كابر وتما فين ترعرع. المهم هذاك النقاش، النقاش ماشي النقاش هنا في هذا الاطار ماشي ديال شخص كنتكلم انا على الناس اللي كتركب. نعم. الناس الحراكيين ديال الحسيمه والمعتقلين السابقين ديال الحسيمه كلهم كيتكلموا على المغرب والبلاد المغرب والمؤسسات المغرب، وملي كيديروا مراسلات كيراسلوا المؤسسات المغربيه، ملي كيحتجوا بصفتهم مغاربه مع المؤسسات ديال المغرب، وملي كيكتبوا شي مراسلات ولا كتخرج شي حاجه من الحبس كتخرج باسم المغاربه مع مؤسسات ديال المغرب، المجلس الوطني لحقوق الانسان كمؤسسه نتاع الدوله نتاع المغرب. وبالتالي هذا النقاش هذا لا يعني الحراكيين ولا يعني المعتقلين لا السابقين ولا الحاليين اللي باقيين تما، الله يفك سراحهم جميعا. اذا هذا النقاش هذا فيه بزاف ما يتفشخش لداخل ويتشخشخ. انا كنقول الا ناقشناه بحال كنزيدوا نعطيو اهميه لهذا النوع نتاع باغي نسقسيك واحد السؤال، باغي نسقسيك. غادي تشري لولدك هذيك الطوموبيله الجزائريه جديده اللي بقوه حمار، حيت كاين الطوموبيلات كيتعبروا ب 90 حصان و 120 حصان 500 حصان 1000 حصان. هذيك الطوموبيله الجزائريه بقوه حمار 35 كم في الساعه، واش غادي تشريها لولادك ولا لا؟ انا خايفان على ولادي. خصك تفرج الطنز اللي داروه الجزائريين على ذاك الطوموبيله. راه الجزائريين ملي كيطنزوا حتى هما راه خطيرين صح. عرفتي شفت واحد هاد الفيديوهات ديال الطنز على ذاك الطوموبيل. انا قلت ما نطنزش، علاش؟ لان الا طنزت انا غادي تجي فهمتي الطنز من برا ماشي هو الطنز من الداخل. لا وضروري ما نطنزوا حتى حنايا سي سعيد عاوتاني هو بلاد. لا طنزوا ولكن هما اسرعوها. عرفتي واحد المسخوط صراحه اخويا صراحه عرفتي دار واحد الطنز واعر. ديك الساعه نبارطاجي معكم الفيديو ديالو. هذيك الطوموبيله غادي نشريوها حنا لياسر، غنشريو هذيك الطوموبيل لياسر باش يبدل له هذيك الرموك اللي كيجر بها هذيك القاطره باش يجر بها هذيك الطوموبيله شي يعدلها له التبون. لا العاد 35 كم في الساعه عند المحرك دمولينيكس اخوان. راه مصيبه. تفضل استاذ سعيد. بلاتي هذا اللي طير لي البارح الكونت، دابا غيطير لي هذا عاد الحب عاوتاني. مسكين بقى فيا البارح والله العظيم. انا الوحيد انا اللي بقى فيك. انا هو اللي اسباب طار لي الكونت ما كانش مدعم. لا والو، المواطن هو اللي ما يطير لكش الكونت. وعليكم السلام سي مواطن. لا راه تسينيالا الكونت ديالي تسينيالا البارح ملي كنا كنناقشوا معاه. مواطن اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سي سعيد صاحب الجراد كوموستاس كولايور تحفه. السي سعيد قبل ما نبدا واحد لتحت وكيكتب لك وا سعيد طلعني سعيد هكذا كبير طلعني. ما شفتهاش والله ما شفت. صاحب الجراد بلاتي نحط لك الطوموبيل اللي كنمشي بها في الويكاند باش نبعثوا للجزائريين قوه الحمار اللي عندنا. المهم كمل. انا ملي نحط التصويره ترى كتحسبوا بالديناصورات ماشي بالعود. قلت لك السي سعيد كيكتب وا سعيد هكذا بحال وا حسن ودار هذيك وا سعيد. بلاتي كي شفتو لقيتو القرش هذاك وبقيت نضحك. قلت له جلس في الطابور والله ما تطلع. جلس في الطابور. شكون القرش؟ القرش هذاك داير القرش صاحبنا كبر واش عضله ولا؟ الا ما تكبرش ما دايرش الخاصيه ديال الاكستاند. لا عضله يطلع عضله كنطلع عضله لا حول هي الفورمه نفس الفورمه السي ياسر نفس الفورمه. هي الفورمه نفس الفورمه غير دابا العقل الله يجي. هي نفس الفورمه. هما راه ماشي قتلونا في الحدود غير على قتلونا في الحدود لان شعب يعيش وشعب في التهميش. هكا شعب يعيش وشعب في التهميش. عقله في الطرابيش. فينا اخويا ما كاين لا طرابيش. ولكن كيتشابهوا بلاتي ندير انا نشوف لنا التصويره ديال هذيك. واش انت داخل المغرب جارت جيت سكي وواحد مسكين عاطينه واقيلا واحد 250 اورو ولا دولار في الشهر وكتقول له الناس ما عرفوش حتى سميتو كيقول له السياره الاله الكهربائيه. دابا هذيك واش اله كهربائيه ولا ياسين؟ ودابا بغيت تضحك عليا انا تركبني في هذيك اخويا انا نركب فيها انا نشريها لراسي هذه ياسين 35 كيلو.
هادو كيتباعوا هنايا كيبيعوهم 100 اورو، عندنا هنايا شحال كاينين بهم ولا على كل نوع و يا 100 اورو. غير ركبوا صافي، كيركبوا في هذوك الاولاد الصغار. اخويا برنوس حيد صورتي، درت صورة صاحب الجار. دير التصويره ديالي تشوف اخويا، دير الله اخويا، يبارك الله يبارك وزيد دير اخويا تصورتي تشوف اخويا. كحل عينك، كحل المروكي، كحل. لا دابا اللي غريب في هذه دابا شوف دابا غنهضر بلاتي قبل ما نطنزو، غنهضروا جديا قبل ما نطنزو. دابا جديا يلاه خرجاتها برنوس. يلا اخترعوها اليوم، اخترعوها في الجزائر. دابا غنهضروا جديا، جديا عاد نطنزو. دابا جديا هذا النوع نتاع السيارات الصغيره الكهربائيه عاديه كاينه، ولكن كيديروا لها جوج بلايص او بلاصه وحده. وانت داير السياره ديال الدراري الصغار ودير فيها 4، واش فين غيدير الركبه، فين غيدير الراس، فين غيدير الجبهه، فين غيحط القاع، فين غيجلس، كي غيدير، فين كيفاش؟ راه هنا راسك يحبس. اما هذيك عاديه تسمعها انجاز زوين هكذا ديال جوج سيارات كيدوا فيها. حنا عندنا في البريد المغرب هذيك حتى هي مغربيه 100%. اييه اللي دابا اللي خدام فيها في البريد المغرب. سؤال السي سعيد، انا قاطعك سؤال. كيركب فيها واحد كيدير الكوريي، داك واحد كيدير الكوريي، كيدير الكوريي بين لي بوست نتاع البريد. كاينه. السؤال اللي غنطرح عليك هنا 35 كيلومتر في الساعه، واش عبروها واربعه الناس جالسين فيها او لا عبروها وهي خاويه؟ ناقصني نعرف هاد 35. لان مستحيل الا جلسوا 4 ما غتحركش اصاحبي، والله ما غتحرك. مستحيل. وهذه تخدم غير في الصيف ولا حتى في الشتاء؟ باسكو ما عندهاش يبان لي الصح. والله العظيم راني خممت لها البارح، قلت هاد الطوموبيل واش تخدم غير في الصيف؟ في الشتاء كيدسوها ولا؟ هذا غير تيندوف، هذيك اخترعوها لكل بطوش. لا حول. هذيك شتي جابوا هذيك نتاع الدراري الصغار وغلفوها هكذا صافي. يا والله هذه هذوك ديال الجولف واقيلا قطعوها وقادوها، زادوا لها شويه ديال سميتو من الجناب. عقلت على ديك اللعبه اللي كنا نلعبوها شحال، هذه كراش. هذه راه طوموبيلات باربي اصاحبي، راه شي كابران مشى تفرج في الفيلم ديال باربي وقال هذه هي الطوموبيل اللي اخترعوها. عقلت يا احمد، هذه اللي كنا كنمشيو نلعبوها في البيار، هذا كراش. ياه ما عقلوش. والله هي هذه اللي سمعت. كنا كنميزيو دراري هكذا وكتمشي كتلعب واحد 10 دقائق. هي هذه يا دي دولة فريمون زعما اللي ديال الضحك، والله الا ديال كاش البريكس، ما كاش العدس، ما كاش الزيت، دولة ما كاش مشكله. ولكن راه كتشارجا بالشارجور ديال سامسونج السي سعيد، خص يكون عندك شارجور. مواطن كاين شي جديد في هذا الشيء تاع في القصه نتاعك؟ الهويه خلينا نسمعوا الهويه مواطن. كيف بقينا ديك النهار يلا كنت غنجاوبك وهما يطيروا اللايف مواطن. البارح طيروا. ودابا شوف والله العلي العظيم، نتوما في زوج الاغلبيه. هذا السياسير عنده اخويا السعيد القلب ديالو متحجر، ما عندوش القلب، ما عندوش احاسيس، ما عندوش هذاك مسكين. الناس راها تحب ياسير يحب من المعده، كيحب بالمعده. انا البارح يهضر لي على زيت اركان، البارح يهضر لي على الزيت نتاع اركان، تغميسه ب 5000 وب 10000، وانا راني غارق في الهموم ديالي وفي الحب وسعيد. ومين كنشوفها شحال كنفرح خويا سعيد. سعيد اخويا ولا كتفتح اللايفات يوميا؟ مو هي تفتح وتطلق لاطاي ديالها، وانا غير حل فمي ونكبس. على بالك السي سعيد تكبس؟ غير انا تقريبا ندير مليون تكبيسه النهار وما طال. كتكبس بالسبعين ولا باللسان ديالك؟ دابا هذا هو السؤال. صاحب الجار، عاود صاحب الجارات. لا ما يعاودش دوز. لا ما يعاودش دوز. صاحب الجارات ما سمعتي والو. يا وريكي كاع صاحب الجارات. واش سير مودي. على بالك نكبس ونكتب لها برافو، غير هكذا ونكتب لها برافو. ما واخا ما تقولهاش ماشي مليح، انايا نشجعها ونسبورتيها. تعرف البارح قول لي واشنو دار تحدي وخسرت،
وهربط له، وشحال فرحت ولا هربط له، ما بغاش تنفذ الحكم. وانا سبورتي لها نقول لها تحيه 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 ضحى، تحيه ضحى هكذا. يا البارح انا جاني السيبورت، يا واحد السيبورت جاني وشي هدايا بالخليع وداك الشيء على الصباح بكري. يلا ديك طق الجلسه كانت واحد القمه الرومانسيه المغربيه يا خويا، المغربيه. والزيتون كحل يا خي. هادشي يا مواطن ما غاديش تاكلوا في تونس، هادشي يا مواطن ما غاديش تاكلوا في والكمون يا خي المغربيه، عرفتي، والجلسه والهده والحطه كما تقول انت، والمشيه مشيه البطه. والمهم وعرفتي وجلسنا واحد الجلسه كيفاش دايره، وعرفتي واش بدنا النقاش، واش بدنا الكلام. هي تغمس من اليمين وانا نغمس من اليسار، هي تغمس من اليمين وانا نغمس من اليسار، وتلاقينا الوسط ديال هذا بيدينا بحال هكا. في اخر تغميسه لا ديالي لا ديالك لا ديالي لا ديالك، قلنا نديرو عليها بيلو فاس، درنا نديرو بيلو فاس، لقينا الدري دار بيلو الحاس. طيرها عرفتي. الجلسه فيها ما هو شاعري، ما هو عاطفي، ما هو رومانسي، وما هو عائلي، يدخل في اطار يعني التضامن والتكافل الاجتماعي. ياك ما كنتي جالس مع الرئيس ديال الجزائر؟ عرفتي يا مواطن، عرفتي وديك انا والله شوف يا ياسر، انا والله نشرب معاها الخبز والماء، شفت الخبز والماء هكذا، وتنفس هذاك النفس ونعيش هذاك الشيء. علاش ما بغيتش نمشي مع غير ونعيش الحب انايا، ونعيش اللحظه. لا ناكل انا على قبل الخبز والماء والعدس واللوبيا، على قبل الخبز والماء والعدس. يا ونزيد ندير لاشين انايا، شت ندير لاشين معاهم، ندير لاشين اللي با بروبليم، ندير لاشين وماشي بروبليم انايا. ونزيدك على لاشين كيف تاخذ المغربيه، عمرك دير لاشين. شتي ما يكون والو في الثلاجه، تحط لك بلاتي. انا نوريك ما كاين والو. بلاتي نديروا استفتاء، نديروا واحد الاستفتاء للاخوان اللي متبعينا باش حتى هما يشاركوا معنا في الثلاجه. ما فيها والو يا مواطن، الثلاجه ما فيها والو. يعني الاخوان شوف دار فيها مغربيه. قول الهريسه مواطن غتعيش ابقى بلاتي نشوفوا شنو كيقولوا المواطنين. دابا انت مواطن كيضرب لاشين وفي الاخر تلقى مواطن غتبقى تضرب الهريسه مواطن، تضرب لاشين وفي الاخر مواطن. انا ترى هادو انت هادو انا ديتها تونس الشقيقه، راني نعشق في تونس. انا تونس الشقيقه ولا انا كي تخرج من المغرب ما باقيش. نحن غير مسؤولين عما يدخل الى معدتك. يا نشرب الهواء يا ياسين، انا راني نعشق. راه كاين فرق ما بين تعلق وتعشق، راه كاين فرق عظيم. المعده عندي ميد ان موروكو. شوف مواطن، شوف كيف تكون ديك القلاده الذهبيه. نتمنى ان الاخوان يفهموني علاش كنهضر. القلاده الذهبيه مع الصباح الباكر، نتحداكم تعرفوني علاش كنهضر. قلاده ذهبيه توصل على الصباح ما تزوج بها. قلاده ذهبيه الصباح الباكر، قلاده ذهبيه اخويا مواطن. شوف الشمال اخي، شوف الشمال. سي سعيد حطني على حطني حتى انا. ضروري لان دابا ياسين كيدير شوف ليه. شوف القيل شوف اخويا هذا الاسباك الذهبيه. تقول الجيوش مصطفى استعداد. المهم نديروا غادي ندير خي تحفه نزل. خي تحفه بغيت نشكرك خي تحفه مرحبا بك دائما، وشكرا اخويا دوزتي معنا وخيته زوينه، وكان حضورك جد. مواطن عطيو فرصه للمواطن باش ما نكونوش لا بلاتي لا دابا غنعطيو فرصه للجمهور. دابا لي زامير درت صاحب الجرادة باش يوقع التصويت، باش يبان التصويت. الاخوان اللي كيساند مواطن في قصه حبه وكيعتقد انه خاصو يناضل اكثر ومن حقه يحب ضحى يدير واحد. اللي كيقول يستنكر وكيقول لا ولا لما يقوم به مواطن وانا ضد مواطن في هذه العاطفه ديالو من طرف واحد، يدير جوج.
جوج اخويا جوج واخا جوج لا سياسي لا للتاثير لا للتاثير على سي سعيد عندي واحد المظلمه عندك دابا واحد كيحب وانت عامل التصويت وانا داري يدخلوا كيصوتوا لي في داري اخويا حاطين معليش لا حيت انت عندك هذاك الازرق ذاك الكره الازرق